اسرائيل ناويه تغدر المغرب والتطبيع بدا يزعزع استقرار امن مغربنا. جاش تما المغاربه قال لي بيني وبينك، قال لي نحن لا نسير في المغرب الصحراء. هذاك اتفاق هذاك تم بين المغرب وبين امريكا. شمال درشول استاذه جامعيه مدونه مستشاره مسؤول الاتصال الاسرائيلي السابق دافيد غوفرين دارت لقاء صحفي مع المهداوي، كشفت النوايا الخبيثه ديال اسرائيل في المغرب وقالت ان اسرائيل طامعه في المغرب حيت عندها الاولياء الصالحين ديالها تما. وهذا غوفرين قال لها شخصيا نحن لا نعترف بمغربيه الصحراء، داكشي بيناتكم وبين الميريكان. كشفت اسرار خطيره على هذا غوفرين اللي كان خدام في بلادنا وقالت ان كرم المغاربه معاه. ديك القضيه ديال الدار دارك مرحبا بك في بلادك تصراتو بجد وثقه وخلاتو ياخذ مواقف سياديه في وسط بلادنا ويتحرش ببناتنا حلو في اللي حطك. واي واحد مازال كيدافع على اسرائيل تنقولوا شخصيا تمدلول. اخطر ما قال شماء ان هدف اسرائيل هو تحييد الملكيه في السعوديه والاردن وخصوصا المغرب لانه امارات المؤمنين. تحمستوا شويه لا نتوما اصلا كاين ما كاينش وشافرين فلسطين وتجي تفهمي على دوله عندها 33 قرن ديال الوجود وكونوا هانيين ملكنا عمرنا نفرطوا فيه كما هو عمرو فرط فينا. ودابا المغاربه صرحوني شنو بالكم في هذا